ما طبيعي ما توصلش لهدفك طول ما انت بتتمرن عكس طبيعه جسمك. قبل ما تبدأ دايت أو تمرين لازم تفهم جسمك الأول. كل واحد فينا جسمه بيتصرف بشكل مختلف، في ناس بتحرق بسرعة وفي ناس بتتخن من أقل حاجة وفي ناس بتبني كتلة عضلية من أقل تمرين. الفرق ده مش في المجهود، الفرق ده في نوع جسمك. في الفيديو ده هعرفك أنت أنهي نوع فيهم وتتمرن وتاكل إزاي عشان توصل لأفضل نسخة منه. النوع الأول الإكتومورف، وهو الجسم النحيف. بيكون نحيف والسايز او الحجم بتاع دراعه وصدره بيكونوا صغيرين، بيحرق بسرعه جدا وصعب عليه انه يزيد في الوزن او يبني اي عضله. الاكل بيتحرق فيه كانه ما دخلش اصلا. فلو جسمك رفيع وبتاكل كتير وبرضه ما بتتخنش فانت غالبا اكتومور. جسمك بيحرق زي الصاروخ، بس ده مش دايما ميزه لانك هتتعب عشان تزيد في الوزن او حتى تبني شيب كويس. الحل تاكل كتير بس بذكاء. محتاج تزود فائض سعرات يوميا من 300 ل 500 كالوري على الاقل، وانك تركز على الكربوهيدرات في نظامك الغذائي لان جسمك بيستخدمه كمصدر طاقه ومش بيخزنه بسهوله. وانك تزود وجباتك على مدار اليوم كل 3 او 4 ساعات وجبه او سناك عشان تقدر تزود سعرات يومك. استخدم المشروبات الذكيه اللي سعراتها عاليه زي الافوكادو بالعسل او الشوفان والموز والمكسرات واللبن وما الى ذلك، واهتم دايما بانك تدخل لجسمك احتياجه الكامل من البروتين. ده بالنسبه للتغذيه. طب بخصوص التمرين، تعرف يا بوب ان الاكتومورف هو من اشيك الاجسام اللي تعمل فورمه بس لو اتمرنت صح؟ حاول دايما يا يا حبيب قلبي وانت بتتمرن تكون الشده عاليه والحجم قليل والريست اطول، بمعنى ان الوزن اللي هتلعب بيه يكون تقيل نسبيا والتكرارات قليله ووقت الراحه نفسه اطول، لاننا بنركز اكتر على الضخامه العضليه ويكون تركيزك اكتر على التمارين المركبه زي الباربل بنش بريس والديد ليفت والسكوات، طبعا بعد اتقانك للاداء السليم ليه. والكارديو يكون بسيط جدا او شبه معدوم، ما تضيعش مجهودك وحرقك في كارديو كتير. النوع التاني هو الميزومورف، وده السوبر هيرو بالنسبه لنا لانه جسم متوازن. جسم متناسق، عضلاته واضحه وبيستجيب بسرعه اكبر للتمرين وبيقدر يزيد او ينزل في الوزن بسهوله جدا. جسم بيحلم بيه ناس كتير قوي. لو جسمك متوازن بتتمرن بتزيد عضل او لو عملت عجز في السعرات بتخس بسهوله، فاحب احييك انت ميزومورف لان ده النوع اللي ممكن يوصل لاهدافه اسرع، بس برضه محتاج التزام وذكاء بانك تاخد بالك بتنظيم اكلك كويس للمرحله اللي حابب تدخل فيها وتختار اكلاتك بعنايه عشان توصل لهدفك بشكل اسرع، وان يكون في توازن بين التمارين والكارديو وما تهملش حاجه على حساب التانيه. ومن حيث الانظمه التدريبيه فانت جسمك بيستفيد من كل الاساليب وبيستجيب بسرعه، فحافظ عليه بخطه متوازنه وغير الروتين كل فتره وما تكسلش. النوع الثالث هو الاندومورف، وده الجسم المليان شويه. عرض الكتاف والحوض كبير، بيخزن دهون بسهوله جدا، تقريبا كده هو ده اللي بيقولوا عليه بيتخن من ريحه الاكل. وللاسف الحرق عنده بطيء، بيعاني من خساره الوزن ومش ما يقدر ينزل بسهوله. فانت لو بتلاقي الزياده في الوزن بشكل كبير واغلبها دهون اكتر من عضل فما تضحكش على الناس وتقول ببلغ، انت اندومورف يا حبي. وده مش معناه انك حاله سيئه او فاشله، انت بس محتاج تتحرك اكتر وتظبط اكلك اكتر من غيرك، انك تعمل عجز في سعراتك واكلك يكون اقل. ومش كفايه كمان انه يكون اقل، انت لازم تختار العناصر بعنايه اللي هتحطها في طبق، زي انه يكون 3/4 الطبق بروتين وخضار والربع الاخير مصدر كارب. ومش اي كارب يا بوب، لازم يكون من مصادر الكربوهيدرات المعقده زي البطاطس والشوفان والبطاطا والخبز الاسمر والرز البني، لان كل الحاجات دي بطيئه الامتصاص وفيها الياف اكتر وهتديك احساس اطول بالشبع. وفي التمرين حاول تدمج ما بين تمارين المقاومه والهيت كارديو او الكارديو اللي كثافته عاليه. لازم تتحرك اكتر عشان تحرق اكتر، ومحتاج توزع مجهودك على ايام اكتر من الاثنين اللي قبلها. اندومورف يبقى ما تكسلش لانك محتاج كارديو اكتر وتمارين مقاومه عشان تقدر تنزل دهون وتخسر وزن وتبني كتله عضليه في نفس الوقت. صدقني المصطلح في الحركه بركه مش من فراغ، لان كتر الحركه في الاندومورف بالذات هيفرق معاك جدا. ودي كانت حلقة النهاردة، أتمنى تكون فهمت طبيعة جسمك وإزاي تتعامل معاه. ولو استفدت ما تنساش السبسكرايب واللايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.